عزيزي المشجع الكروي الجميل، ودلوقتي ميعادنا مع نشرة أخبار النادي الأهلي، فصل على النبي ويلا بينا بسرعة نبدأ النشرة. أحمد السيد زيزو يستعجل اتحاد الكرة المصري للرد على شكواه ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقات 82 مليون جنيه، وذلك قبل التصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية. رسميا أحمد نبيل كوكا إلى نادي قاسم باشا التركي والإعلان عن الصفقة خلال الأيام القادمة. النادي الأهلي يحذر لاعبيه من التعامل مع آدم وطني وكيل اللاعبين، ويتوعد للمخالفين بعقوبات صارمة قد تصل للاستغناء وخصم 25% من الراتب. بين رمضان والشناوي ومحمد هاني وزيزو في الإعلان عن القميص الثالث للنادي الأهلي خلال الموسم القادم برعاية شركة ريد بول. وبعد حل أزمة القيد، نادي الصفاقسي التونسي يعلن التعاقد مع علي معلول قادما من النادي الأهلي لمدة 3 مواسم، ومشاركة علي معلول مع الصفاقسي التونسي في حفل مئوية النادي، وذلك خلال مباراة مع النادي الأهلي. يحيى عطية الله إلى نادي الوداد الرياضي المغربي، ومحمد الضو كريستو إلى نادي النجم الساحلي التونسي. وبكده يكون كل عصفور رجع لقشره. رسميا غياب إمام عاشور عن أول 3 مواجهات في الدوري المصري، وذلك وفقا لبرنامجه التأهيلي. وبكده عزيزي المشجع الأهلاوي الجميل تكون خلصت نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم. لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش اللايك والفولو دعما لحبيبك أخوك محمد محسن، ودايما استنى مني كل جديد. سلام يا ريس.